على بركة الله وبسم الله رح نبلش ورح نعمل أطيب وأحسن عجينة ورح ننافس فيها الأسواق. شوفوا، كل ما لقيتوا في فقاعات هيك مفتوحة بالعجينة كل ما كانت ممتازة. شوفوا شو عملت. حطيت شوية مي، ما ضروري تعيروا، كاسة صغيرة، معلقة خميرة، معلقة سكر، وبتتركوها لحتى تفور الخميرة. كمان هون بالنسبة للطحين ما بتعيروا، أنا حطيت كاسة وحطيت فوقهم الخميرة اللي صارت. وشوفوا شفت عينكم حركت مع بعضهم وغطيتهم، وهيك هلأ بتركهم بالبراد ليلة كاملة. تاني يوم شوفوا هذا المنظر اللي بيطلع. هلأ هي المي دائما بقولكن لما بتعملوا قريشة لا تكبوا المي تبعها لأنها كتير مفيدة. حطيت تقريبا كاسة مي، والطحين بتحطوه تقديري لحتى تتماسك العجينة مع رشة ملح، وتقريبا ربع كاسة زيت زيتون. بتضلوا بتعجنوها لتصير معكم هيك قطنية وما تلزق، وبتغطوها، وفيكن تتركوها نهار كامل او لحتى تاخد هذا الشكل اللي هلا انتو شايفينه. شوفوا الملمسة قديش ناعم وبتحسوها هيك مثل القطنة، بتشهي وبتاخد العقل. وفيكن هيك تفرغوا منها الهواء، وبعدين فيكن تحطوا هيك شوية زيت على ايدكم وبتكوروها وبتجهزوها. هلا الفرد بيكون بالسميد الناعم اللي هو سميد الفرخة. انا مديت سميد فرخة تحتها وحطيت العجينة بعد ما كورتها وغطيتها. كمان لازم تريحوها، كل حركة بالعجينة لازم تريحوها. هذا السر بان العجينة تكون ظريفة. وهي الاشياء اللي جهزتها من فطر وجبنة. وهون انا عملت بشاميل، معلقة زبدة، معلقة طحين. حركتهم كتير منيح لحتى تجانسوا مع بعضهم. بعدين حطيت الحليب، تقريبا حطيت شي كاستين حليب، ملح وفلفل، وحطيت مع جوزة الطيب. ونخليها شوي على النار لحتى تتجانس مثل ما انتم شايفين وتتماسك. بنرجع لعجينتنا. هون اخذت حبة وحدة قطعتها لأربع كرات، وفيكن تحشوا الحشوة اللي بدكن اياها. اهم شي مدوا بالسميد الفرخة او الناعم. هون حشيتهم انا بالمدخن بالجبنة، وكورتهم ورجعت هيك مديتهم شوي. وفيكن تزينوها بالطريقة اللي بدكن اياها. انا حطيت زيتون وبندورة، وكمان بتغطوها شي 10 دقايق ربع ساعة تتخمر وبعدين تشوى بالفرن. هلا بنرجع هون لعجينة البيتزا. كمان مثل ما قلت لكم بتفردوا بالسميد الناعم، وبتفردوا عجينة البيتزا مثل ما بتفردوها بالعادة. وهلا انا هون حطيت البشاميل، ونسيت لكم انه في مثل المايونيز بيجي، ايه بس مكتوب عليه فلفل اسود، بتيجي نكهته كتير طيبة. فانا كمان حطيته مع صوص البشاميل، وزينه بالطريقة اللي انتم بتحبوها بتناسبكم، ما تتقيدوا فيني. ومثل ما شايفين هي بعد ما شويتها وطلعتها من الفرن، وهي البيتزا